الرجل دي ايوه. طالعه ازاي؟ مم. في مخده ليها هنا اهي، شايف الضفر ده؟ المفروض يبات هنا، بيبقى نايم هنا كده زي اللي قصاد منه اهو. شايفين اللي قصاد منه؟ اللي قصاد منه نايم اهو في الارضيه خالص اهو، ساقط تحت. ده بارز لفوق. فاحنا بحاجه زي كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد مع الباشمهندس محمد وجيه. وطبعا دي هو هيقول لكم على الاختراع اللي هو عامله في الكتل ده. السخان بايظ، وشوف هو هيحوله لايه عشان توفر في البيت عندك. هنعمل فيه ايه يا باشمهندس محمد؟ اقول لك المشكله اللي فيه دلوقتي. دلوقتي السخان ده برضه قاطع باور خالص. ماشي، دي الكهرباء 220 بس كده مش شغال. تمام. مفيش لما خالص. حلو. هنقيس دوت، المجموعه دي هنقيسها والمفتاح هنقيسه. دول اهم حاجه طب فيه. احنا هنفك ونرجع لكم، استنوني. ورجعنا لكم تاني، فكينا كله اهو وهيقيس كده عشان اتاكد العيب من المجموعه دي ولا من المفتاح ولا من القاعده. انا فكيته لك كله خالص اهو عشان اضمن العيب منين. مع الافومتر زي كده. شغل الافومتر. تمام. هتجيبه على وضع ايه؟ البزر او الصفاره. البزر او الصفاره. تمام. وقيس ايه؟ حلقه من اللي جوه دول مع دي. ادتني قرايه اهي، ايد لك في الاضاءه. ماشي اهي. يبقى المجموعه دي موصله لدي. تمام. كده انا قست اللي بره مع دي. يبقى بقى الحلقه التانيه اللي هي اللي جوه مع الرجل دي. يبقى المجموعه دي كده شغاله كده، استبعدتها. بقى حاجه تانيه اللي هو المفتاح اللي هو ده. تمام اهو. نخلع دي خالص. ماشي. اجي على الرجل دي والرجل دي. مش هتديني حاجه. هتديني امتى؟ لما ادوس على المفتاح كده. تمام. نجي اعمل كده. ادالك اهو قرب. ادتني قرايه. يبقى كده المفتاح ده تمام. القاعده دي تمام. كده انا استبعدت ده خالص. كده ده مفيش مشكله. نرجع لده بقى كده. يبقى دي في مشكله. نجي فاكين الفيشه من هنا كده. وهنقيس برضو على وضع البزر زي كده. هنشوف الفيشه نفسها فيها مشكله. اعمل كده الصابع ده مع السلك اللي جوه. ما ادانيش حاجه. لا اشتغل كده شغال اهو. يبقى الصابع ده مع الصابع اللي جوه هنا. انقل زي على اللي ماشي في النص، على اللي بعد منه الضفر التاني. تمام. الافوميتر علق تاني. تمام. نرجع تاني يا جماعه. العده دي بتاعت الحاج محمد. العده يا جدعان، دي العده دي كل بتاعتي العده انا. دي تخص محمد، فدي مش طبعا عدتي. دي انا هاوي وحاجات دي على قدي، يعني انا عامل الحاجات دي على قدي. دي كده كله تمام. يبقى كده الفيشه شغاله مأديه وظيفتها. بس في مشكله بقى. لو جينا بصينا هنا. سيبك من دي، نبص على دي نفس النظام برضو. دي ليها قطع غيار عامه. بس احنا بنعرف ازاي نشغلها تاني، ما بنشتريش حاجه. بص في ضافر اهو. ايوه. اللي هو متصل بدي. في ضافر اهو وضافر اهو. بص عاليين ازاي. قريبين من فوق اهو. أيوة. لو في رجل من دي ساقطه ما يشغلش برضو السخان. ما يلقطش. ما يشتغلش اصلا. تمام. لو رجل من دي مريحه. طب ايه اللي خلاها تريح؟ مع الحراره مع السخونه مع تكرار الكتل. فرجل منهم مع السخونه تقوم جايه مريحه. تمام. وبرضو كل ده بيتباع. ولما تيجي تشتري لو في مشكله في القاعده هنا وتفكر تغيرها، بتجيب الغيار بتاع القاعده بتاعت الكتل نفسه وبتاعت السخان وبتاعت القاعده بتاعته. الاثنين مكملين بعض. يعني دي لما راح اشتريها تجيبها اشتري برضو القاعده اللي قصاد منها عشان يبقوا يتوافقوا مع بعض زي كده. ايوه. عاشق ومعشوق زي بعض كده. تمام. يبقى احنا كده هنعمل في دي ايه؟ ده كده انا بقول لك على كده على الغير بتاعته. ده كده مستبعدين. دي بقى
هنحلها دلوقتي من هنا. طيب خلاص احنا هنحل وهنرجع لكم، استنوني. ورجعنا لكم اهو، فكرها. بص يا جماعه الرجل دي طالعه ازاي؟ مم. في مخده عليها هنا اهي، شايف الضفر ده؟ المفروض يبات هنا، بيبقى نايم هنا كده زي اللي قصاد منه اهو. شايفين اللي قصاد منه؟ اللي قصاد منه نايم اهو في الارضيه خالص، ساقط تحت. ده بارز لفوق. فاحنا بحاجه زي كده نقوم جاي تعمل دقره هنا كده بايدك، وتنزل انت بالمفك كده. يبقى انت ساند، تبقى ساند هنا عشان الضفر ده ما يتكسرش، لان ماسكه على مسمار ضعيف. ايوه تمام. صح. وتتاكد من الترامل دي مفيش ترميله فيهم تكون مسريه او خفيفه معاك، بتخش وتطلع معاك سهل كده. قرص عليها بالبنسه، لان دي سببها برضو ممكن تسيح لك المجموعه دي. صح. وفي بعض الكتلات الارضيه من هنا اللي بتسيح، تلاقي من هنا كده سايح بسبب ترميله من دول مسريه او مهويه. تمام. ده بالنسبه كده للكتل، وكده ان شاء الله بفضل الله يشتغل. بس اقول لك على ملحوظه تانية بالنسبه للمفاتيح، ده مفتاح وترموستات في نفس الوقت، ترموستات حراري. يعني انا ممكن استغنى عن القعده واستغنى عن ده كله واشغله لك ويفصل برضه، يقوم بوظيفته. يعني ما تفكرش ده اللي بيخليه يفصل، ولا ده اللي بيخليه يفصل، ولا ده ليه عازه ولا دي ليه عازه. دي سخن تلميذ بس. ده مجرد بس يعني تكمله الدايره. ده وظيفته فقط لا غير. لكن ده اهم حاجه في السخان، ده اهم. تخيل على قد ما انت شايف قدام منك اللي هو حاجه تافهه مالهاش عازه، اللي هو الزرار ده زرار وترموستات في نفس الوقت، بيحس بالحراره بسبب الريشه اللي هي المعدنيه اللي زي دي. مجرد ما الحراره بتخش له من هنا بتاعت البخار. بالنسبه لدي خدت بالك بتخش من هنا، بتقوم جاي مصدم البخار بتاعك، بيخش المعدن او الاستانلس او الصاجه الخفيفه اللي انت شايفها دي وظيفتها بتدي الامر بالمفتاح. بعد مثلا يبقى على الوضع التشغيل زي كده، مجرد ما هي بتسخن بتتقوس اوتوماتيك او بتتلوى اوتوماتيك، تقوم جايه عامله كده خدت بالك، تقوم جايه فاصله اوتوماتيك المفتاح. هو ده الوظيفه. طيب اهو احنا كده تمام. نرجع بقى نجمع دي. احنا كده ايه هيجمع، عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم، استنوني. ورجعنا لكم قفلنا اهو، وطبعا هيوريكم هو هيشغل البتاع ايه. اهو ماشي اهو شايفين بتاع بايد اهو شغال. لو عايزين نحط لكم ميه برضو فيه تمام نجربوا براحتكم. وطبعا احنا هيقول لكم على معلومه برضو، لو البتاع دي باظ، يعني كاتب نفسه باظ، هتعملوا ايه؟ هتشغلوا ايه؟ لو اتحرق يعني اتحرق خالص، ملوش اي استخدام تاني. ايوه لو كله سحب بعضه، شوف هتستعملوا ايه. ده هتستعملوا ايه ان شاء الله في فيديو تاني، اقول لك دي نستعملها ايه الجزء دون، وبرضه هتستفاد منه قوي قوي قوي. ايوه. والمجموعات دي ممكن تستغنى عنها لو انت مثلا شايف المجموعه دي بقت غاليه او دي غاليه، او انا مش عاوز كل شويه القعده مره تسيح مره هنا المجموعه تلمس الكلام دون. انا زهقت كل شويه عمال اجيب واروض الحوارات دي. ريح دماغك من ده كله، الغي لك ده كله الدايره دي واوصله لك. بقى في فيديو تاني، بس انت ايه وبرضه لو عندك اي حاجه اكتبها وهو يشرحها لكم، واكتبه لنا في التعليقات. ومش هوصله لك مباشر، انا برضه هشغله لك اخليه لك يفصل. انت ليك في الاول وفي الاخر اللي هو يفصل. يعني ده لغيته لك ولغيت لك القعده ولغيت لك المجموعه دي ولغيت لك المجموعه اللي تحت، وبرضه اخليه لك يفصل. لكن ده ما اقدرش استغنى عنه. صح. هو ده السر. هو ده يعتبر الترموستات بتاعه. هو ده اللي بيحس بالحراره بناء على اللي بيفصل، غير كده لا. احنا كده خلصنا الفيديو اهو، وهنشوف انت اكتبوا لنا في التعليقات. اهم حاجه تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه الصلاه والسلام. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس وتعملوا لنا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد. محمد دش، قناه فن الحرف والمنوعات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.